يستقبل فريق الجيش الملكي المغرب التطواني لانهاء الموسم بافضل النتائج ارضاء لجماهيره الوفيه. هو اللي غادي يقود المواجهه بمساعده علاء بوشتاوي وامين دحان كمساعد ثاني. الحكم الرابع هو اشرف براده. طاقم تحكيم هذا اللقاء الصوره امامنا هما اللي غادي يقودوا تقنيه الفار خلال هذا اللقاء وخلال هذه المواجهه. الجميع يريد اخذ صوره تذكاريه مع حكم المروحات الزملاء المصورين عبد اللطيف جريندو اكيد العميد السابق لفريق الرجاء والاطار الوطني. سيلعب المباراه من اجل تكافؤ الفرص، سيلعب المباراه من اجل تشريف سمعه فريق المغرب التطواني وقميص المغرب التطواني وكذلك كره القدم الوطنيه. حتى نهايه الموسم تكون نهايه ناجحه. الجيش الملكي سيبحث عن الفوز وبدايه المباراه الكره في الوسط لبدايه فريق المغرب التطواني. مشات كره في الجهه اليسرى، تبادل المحاوله لفداء فريق المغرب التطواني. التمريره الكره خارج ارضيه الملعب، كانت تمريره طرف المدافع ياسين جبيره حاول يلعب الكره داخل منطقه الجزاء، الكره خارج ارضيه الملعب وضربه مرمى لفائده فريق الجيش الملكي. او الحكم بالفعل كيقول الشرط لان الكره خرجت. ترجع الكره من طيب بوخريس على مستوى الدفاع ديال فريق الجيش الملكي. هناك رياح شيء ما والرياح هي لصالح فريق المغرب التطواني. هذه فرصه والهدف، هدف اول لفائده فريق المغرب التطواني. باية بدايه لهذا اللقاء ولهذا المباراه. تسديده بابا إنساباتجي لاعب سنغالي. دقيقه واحده كافيه للمغرب التطواني من اجل الوصول لمرمى الحارس مهدي بن عبيد. بدايه قويه للقاء وللمباراه اللي غيبحثوا على الضربات الراسيه. صعود العربي الناجي، تواجد ربيع حريمات اللاعبين اللي كيمتازوا بالضربات الراسيه. امين زحزوح ينتظر، لعبات الكره دائريه، فرصه راسيه دائما الخطوره متواصله، تدخل وابعاد الكره. صباح الان مرتد هجومي لفائده فريق المغرب التطواني. استرجاع الكره بشكل ممتاز من امين زحزوح، ما كاينش هناك خطا من المراوغه. ترفعات الكره داخل منطقه الجزاء، تدخل دائما الخطوره متواصله. ياسين جبيره كيبعد الكره تصل لمعاد قولوس للردواني. الردواني كاينش هناك خطا شرط لفائده فريق الجيش الملكي. تابعوا من جديد المحاوله لشكلات خطوره. امين الزحزوح رفع الكره داخل منطقه الجزاء. اذا ما كاين اي شيء. يحاول انهاء الموسم في افضل المراتب وبنتائج قويه. ترفعت الكره من طرف زكريا الهبطي، كره بالراس، تدخل الدفاع. هذه فرصه العربي الناجي يسدد ولكن الكره مشات فوق المرمى. تسديدة العربي الناجي، تسديد كذلك بامكانه يقدم حلول امامنا. العربي الناجي لاعب سابق لفريق النهضه البركانيه، من اللاعبين المتميزين على مستوى وسط ميدان، ليس فقط فريق الجيش الملكي ولكن على المستوى الدوري الاحترافي. كل ما كان ايقاع سريع كل ما غادي نتابعوا محاولات للتسجيل بين الفريقين. نفذ الشرط داخل منطقه الجزاء الراسيه، فرصه خطيره لفائده المغرب التطواني. تدخل وابعاد الكره، ابعاد الكره من طرف ايمانويل شيموي هو اللي دخل بعد الكره. نتابع من جديد هذه المحاوله. ياسين جبيره لعب الكره بشكل ممتاز. الردواني وضع الكره داخل منطقه الجزاء. كره في الجهه اليسرى، امين زحزوح دائما محتفظ بالكره، غير اتجاه الكره بشكل ممتاز. قراءه لمساحه الملعب وصلت لزكريا لابطي. زكريا لابطي مشات الكره في الجهه اليمنى. طيب بوخريس، فرصه محاوله لبدء فريق الجيش الملكي. طيب بوخريس غادي يعمل. طيب بوخريس امكانيه العرضيه، ترفعت الكره في القائم الثاني وتدخل وابعاد الكره دائما متواصله. فرصه تسديده امين زحزوح ولكن الكره مرت جانبا. محاوله ممتازه لبدء فريق الجيش الملكي. امامنا امين الزحزوح في الوقت اللي لاحظوا التمريره ديال طيب بوخريس، رفع الكره، تدخل لياسين محيح ثم امين الزحزوح يسدد ولكن التسديده ديالو مشات جانبا. عطيف جريندو تقديم التعليمات والنصائح للاعبين. الردواني وصلت الكره لبابا إنساباتجي مره اخرى للردواني. تمريره في الجهه اليمنى طرف معاد كرمون، دائما محاوله بواسطه معاد قولو. ترفع الكره دي فرصه تمريره، تدخل الدفاع دائما خطوره متواصله لفريق المغرب التطواني. محاوله داخل منطقه الجزاء، الحكم مطالبه بضربه جزاء. الحكم كان قريب من العمليه، بالفعل الحكم كان قريب من العمليه، طلب من مواصله اللقاء. اذا الحكم كيقول ما كاين اي شيء. اذا بعد متابعه الصوره من طرف حكام الفار الان كيطالبوا محمد دحيح بمواصله اللقاء وان ما كاين اي شيء.
لانه حتى الحقيقه كان قريب من مستطيل العمليات، وكل ما كان حكم المباراه قريب من الكره قريب من اللاعبين، فاكيد انه حتى القرار كيكون بنسبه كبيره قرار صعب، لان هناك تقنيه الفار، تقنيه الفيديو هي تقنيه مساعده اللي كتحاول انه تساعد الحكام من اجل اخذ القرار انه يكون بنسبه كبيره يعني يكون قرار صحيح. وكذلك بقاعده جماهيريه كبيره، كذلك مركز رياضي يضاهي ما يتواجد اوروبيا وعالميا، وهذا هو اللي كيجعل دائما بانه سقف الانتظارات بالنسبه للجماهير هي كبيره، وكذلك الطموحات ديال الجماهير انه تنتظر دائما بانه النتائج تكون قويه والنتائج تكون جيده، وكذلك الالقاب المحليه والقاريه. مشات كره في جهه اليسرى احمد حمودان، هناك تغطيه من طرف حذيفه المحزني، معد قلوس لاحظوا طريقة إخراج الكرة كانت بشكل جيد، ولكن الكرة تصل لأمين زحزوح، فرصة تدخل. هناك خطأ بالفعل، صحيح أنه كان هناك خطأ، لا بالفعل حكم كيرجع الخطأ، لأنه كان خطأ صراحة، تدخل أمام زكريا الهبطي. نتابع من جديد سطات الكرة، تدخل ديال المدافع اسماعيل سيبارة امام زكريا الهبطي. امين زحزوح اقرب للتنفيذ في انتظار الصافره ديال الحكم، اعطى التنفيذ، لعبت كره، فرصه، هدف تعادل، طريقه ممتازه، امين زحزوح يضع الكره في شباك الحارس يحيى الفيلاني بأي طريقه وبأي جماليه. فرحة كبيرة لجماهير فريق الجيش الملكي من رجل أمين الزحزوح في الشباك. 18 إنما، فرصة بيد الفريق المغربي التطواني، هذه محاولة لمتابعة الفرصة، فرصة داخل منطقة الجزاء، تدخل مهدي بن عبيد في الوقت الحكم المساعد رفع الراية. هناك وضعية تسلل على بابا إنصاباتجي، ولكن صراحة كان تباطؤ ديال الحارس مهدي بن عبيد، لأنه كان بإمكانه يبعد الكرة وأنه يبعد الخطورة. سنتابع مرة أخرى استرجاع الكرة، لأنه إبعاد الكرة ما كانش بشكل جيد من طرف مهدي بن عبيد، كان فقط عند لاعبي فريق المغرب التطواني. أمين زحزوح كيلعب الكرة، فرصة تدخل الدفاع دائما، الخطورة متواصلة، زوير مرور مرة ثانية، ثم إبعاد الكرة من طرف محمد الردواني، كرة بالرأس. لاحظوا السمات الكبيرة، بابا إنصاباتجي لمحمد الردواني، مرتد هجومي في الفريق المغربي التطواني، مشات كرة في جهة اليمنى، حذيفة المحزاني، حذيفة التمريرة، فرصة رضواني، الهدف، هدف ثاني في يد الفريق المغربي التطواني بواسطة محمد الرضواني، مرتد هجومي سريع، مرتد هجومي سريع ينهي محمد الرضواني في مرمى الحارس مهدي بن عبيد، وهدف ثاني بفائدة فريق المغرب التطواني. تابعنا هدف في الدقيقة الأولى وهدف ثاني في الأنفاس الأخيرة من الجولة الأولى. لاحظوا ردة فعل ديال ناصر الدين النبي في الوقت الحكم كيطلب اللاعبين ديال فريق الشباك كان يكون هناك هدوء. العرضية دي فرصة تدخل الفيلاني دائما الخطورة، طيب بوخريس، الحكم كيطلب مواصلة اللقاء، المطالبة بالخطأ، المطالبة بضرب الجزاء، الحكم طلب مواصلة اللقاء. ياسين جبيرة كيلعب كرة في جهة اليسرى، تدخل ديال حاتم الصوابي، والحكم غادي يوقف اللاعب حتى انه يتاكد من الكره الاخيره. هناك اذا الحكم كيطلب يعني مواصله اللقاء وانهاء الجوله الاولى. هنا نتابع الفرصه ثاني الجوله الاولى، هدفين لهدف واحد لفائده فريق المغرب التطواني، هدفي بابا إنصاباتجي والرضواني وامين زحزوح لفريق الجيش الملكي. اعتقد من فتره الاستراحه ستكون فرصه، واكيد بانه الحديث سيكون مطول سواء لعطيف جريدو او نصر الدين النبيل مع اللاعبين في انتظار بدايه هذه الجوله الثانيه والمتغيرات اللي يمكن انها يعني تعطينا هذه 45 دقيقه سواء في هذه المباراه او المباراه الاخرى التي تقام ببرشيد. اذا تعطى الانطلاقه ديال هذه الجوله الثانيه والكره في يد فريق الجيش الملكي، ما كاينش هناك تغييرات، كل مدرب احتفظ بنفس التركيبه بنفس المجموعه خلال هذه الجوله الثانيه. دي فرصه تدخل وابعاد الكره من طرف حذيفه المحزاني، هذه فرصه ومحاوله، تدخل امام احمد حمودان، تدخل ديال اللاعب حذيفه، كره اقرب لامين زحزوح، والحكم كان خطا لفائده فريق الجيش الملكي، تدخل امام امين زحزوح والحكم يعلن الخطا لفائده فريق الجيش الملكي. حكام الفار
فكان حديث مع الحكم محمد الحيح، هل كان هناك تدخل قوي من معاذ قلوس يتطلب ورقه او تدخل مستوى الرجل، وبالتالي الحكم غادي يتابع الصوره. هل تكون هناك ورقه حمراء لمعاذ قلوس؟ نتابع مره اخرى. معاذ قلوس تدخل امام امين زحزوح. اذا الحكم محمد الحيح يتابع الصوره، يتابع اللقطه، وننتظر القرار ديال محمد الحيح. اذا بعد متابعه الصوره محمد الحيح كيستدعي الان معاذ قلوس. اذا ورقه انذار لمعاذ قلوس. اذا انذار لمعاذ قلوس. لعبت الكره دائريه داخل منطقه الجزاء، دي فرصه راسيه، ابعاد الكره من طرف المدافع اسماعيل سيمبارا. حاتم الصوابي كره طويله ولكن كره خارج ارضيه الملعب، حاول يرجع كره داخل منطقه الجزاء ولكن ما كانش بالشكل الجيد. حاتم الصوابي لاعب اللي جور الفئه العمريه ديال فريق الجيش الملكي. اذا يتنفذ الشرط داخل منطقه الجزاء. امين زحزوح، زحزوح يسدد فرصه، الهدف، هدف تعادل لفائده فريق الجيش الملكي. مره اخرى المنقذ امين زحزوح. امين زحزوح يسدد تسديده لا تصد ولا ترد. هدف ثاني لفائده فريق الجيش الملكي باي طريقه وباي جماليه. اي لاعب هذا امين زحزوح، صراحه لاعب متميز في صفوف فريق الجيش الملكي. زين الدين الدراك. قد نتابع اخر الفرص، خروج يحيى الفيلالي، خروج يحيى الفيلالي، تدخل ديال الحارس يحيى الفيلالي في الوقت اللي كان ارتقاء ديال تومي سونغ. نتابع بجديد هذه الفرصه وهذه المحاوله. رفعت الكره داخل منطقه الجزاء. حكم محمد الحيح يعلن على نهايه المباراه بتعادل الايجابي هدفين مثلهما بين المغرب التطواني وفريق الجيش الملكي. لاحظوا الفرحه ديال لاعبين الفريق المغربي التطواني، اكيد نقطه امام المتصدر فريق الجيش الملكي، وبالتالي اعتقد انه الحسم سيبقى الى نهايه الدوري والى الجوله الاخيره.